السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي. أهلا بكم. إن شاء الله هناخد المنهج بتاع التربية الفنية النظري بطريقة سهلة جدا، ما تقلقوش من أي حاجة. وطبعا لو أول مرة تشوفوا قناة نقوش كريمة بقوش، فما تنسوش إن انتوا تشتركوا، تعملوا اللايك الجميل بتاعكم عشان زمايلكم كمان يشوفوا الفيديو ده. فنان أحمد عثمان تخرج من مدرسة الفنون التطبيقية قسم الفنون الزخرفية، وذهب بعثة إلى إيطاليا لدراسة النحت، وحصل على درجات عالية في النحت. عمل أستاذ لقسم النحت عام 1937 بالفنون الجميلة. كان يؤمن أن الفن وسيلة علاجية لكثير من الانحرافات، وأنا كمان والله بؤمن بالموضوع ده جدا، ولذلك أنشأ قسم النحت بليمان ترى. كان لآرائه أثر كبير في إنقاذ معبد أبو سمبل بالنوبة، كما شارك في ترميم أجزاء من تمثال رمسيس. طبعا هو ادى آراء ان القطع بتاعة المعبد او التمثال كمان تتقطع بالمناشير الكهربائية، وبعدين يبدأوا يرقموها وينقلوها فوق، علشان خاطر طبعا لما كان الفيضان هيجي كان معرض كل الحاجات دي، معبد أبو سمبل من الآثار اللي كانت معرضة للغرق، وطبعا بآرائه دي أنقذوا المعبد من الغرق ونقلوه فوق أعلى الجبل. طبعا معظم الأعمال بتاعته كانت بتعالج قضايا قومية. من أهم أعماله النحت البارز للمدخل الرئيسي لحديقة الحيوان، وكمان النحت البارز في سرايا القبة، ونحت البارز بنادي ضباط الجيش بالزمالك، وتمثال نجيب الريحاني، وتمثال محمود تيمور. ومن أهم أعماله اللي نقدر نقول إن هي بتيجي كتير في الاختبارات تمثال الصحة والرخاء، وتمثال نزهة، وده مصنوع من الحجر الصناعي.